اليوم تقريبا من الساعة 5 الكل يرسل إلي صور من صور زواجي الأول. ماكو شي عيب وماكو شي غلط وماكو شي مخل بالأدب والأخلاق من اللي صار بحياتي الماضية، صور زواج. ترى الموضوع ما بي شي عيب، لأنه موضوع كان رسمي وحالي حال أي بنية تزوجت بوقت مبكر، زواج مبكر، من كان عمري 16 سنة، وكان موضوع عائلي. وأنا أعرف الصور من طلعت، ما طلعت من شخص غريب، طلعت من زوجي السابق. وراح أحب أوجه له كلام، بس قبل الكلام راح أعطيكم مواقف هو سواها وياي، وخلوني أحكي لكم شنو سبب انفصالي. أول شي موضوع كان يعني الزواج كان على مود أهلي فقط، وأنا كنت طالبة. تخيلوا أني أريد أستلم شهادتي من الخامس الأدبي، كنت أسمع يروح يقول لأمي أتمني إن شاء الله ترسب بنتك على مود أبطلها من المدرسة، لأنه ما أريدها تداوم مدرسة وما أريد تطلع برا البيت. ويا أخوان كنت عايشة بظلم. أنا دا أحكي هسه معاناة طفلة تزوجت من وقت وتأذت وشافت زوج حقير. المهم بما ان الموضوع كان على مود عائلتي تزوجت، فاني قلت لهم قبل لا اطلع من بيت اهلي، قلت لهم اني شهر ما اقدر ابقى وياه، ما اقدر شايفين من البنية تعوف دراستها وحياتها ببيت اهلها وفجأة تطلع تعيش ببيت شخص غريب وحقير وقاسي وعائلته حاكمته. المشكلة اني ما اطيق بحياتي الا الرجال. ما اقدر انا من اباوع على ولد هسه بالشارع، اريد انعجب بشخص ما اقدر انعجب بشخص صغير، ما اقدر انعجب بشخص ما عنده شخصيه، بشخص مو احس اريد شخص اكبر مني، عقله اكبر مني، يفهمني يعلمني يوديني يجيبني، مو اني اللي اقعد احير بتصرفات رجل. النقطه المهمه، شوفوا تقريبا قبل 3 سنوات بالضبط كانت، تعرفون احنا بالعراق عندنا 10 محرم مال الامام الكاظم. بوقتها اني كنت لابسه حجاب اسود بلوز اسود طويل ولابسه بنطلون اسود. خابرت اهلي، قلت لها ماما عليكم الله توسلت بيهم، قلت لهم بس تعالوا اخذوني اريد اروح ازور الامام الكاظم، واني متعوده من اني طفله كل سنة ب10 محرم لازم أروح أزور ولازم أروح أدعي ولازم أروح أصلي. ليش؟ المهم قلت لهم تعالوا أخذوني لأن اختنقت، أريد أروح وياكم، أنتوا رايحين أخذوني وياكم. أمي قالت أوكي ماشي جايين. فأنا كنت بالغرفة طبيت، فدا أحكي وياه أقول له راح يجون أهلي ياخذوني عادي. هو ما يدري أمي جاية أصلا البيت أهله اللي أنا كنت قاعدة وياهم. فجأة قام وضربني وأذاني وقام يحكي على الأئمة وقام يحكي على كل هذه العالم. من ضربني وأذاني كانت بي آثار يعني ضرب. وبعد طبعا صار لي 3 سنوات ما حاكيه بهذا الموضوع، ولأول مرة بحياتي أحكي بيه، لأنه هذا موضوع خاص أبد ما حاكيه بيه. عاد من صار هذا الموقف قدام أمي وأبويا رأسا بنفس اللحظة من شافوا شلون يضربني ويأذيني رأسا أخذوني للبيت. وبعدها بشهر هو لا سائل لا حاكي ابد ولا داز اي ناس، لحد ما اني طلعت حامل. قاموا اهلي خبروا اهله، هو ما دار بال، بس قاموا يدزون عالم خلي ترجع وهاني ما اضربها واني ما اسوي كذا. حكي الرجال هذا ابد ما يقنعني. المهم هو ما سأل نهائيا لحد ما اجى الطفل، صار عندي طفل سميته امير. اجى طفل وراها راح جاب، هو اصلا كان يحكي علي لانه اني اروح ازور ولانه اني من مذهبي غير عن مذهبه. قام جاب لي صارت ميليشيات وصارت شيوخ وصارت عالم هواية دخلوا، لحد ما يوم من الايام اجى وياه ميليشيات وسووا اتفاق هو وجماعة واخذوا الطفل من عندي. وبوقتها انا كنت طفله ما اقدر اسوي اي شيء، وبالموت ويروح يقول للعالم
يقول اني احب اذيها واني احب اذلها، ويعني هيجي حقارة بحياتي ما شايفه، وهسه جاي تنزل الصور. راح اضوج اني ما مسويه شي غلط، وكلش فخورة وكلش انا. تعرف ليش فخورة؟ لانه قدرت اخلص من انسان فاشل مثلك، انسان ما عنده رجولة، ما عنده احساس كل شيء، واهله اللي معيشي، واني ما الحمد لله والشكر وابوس ايدي مليون الف مرة، لانه اني ما كملت حياتي وياك وانت عايش بزود اهلك، واني ما يوالمني وما يمشي وياي وما اباوع بس على الرجال اللي يملي عيني، والرجال اللي قد كلمته واللي شخصيته هازه القاع من، وانتم متابعيني وعلى راسي وعلى عيني، ولو بقيتوا تدزون منا صور منا الباكر ما راح ادير بال. تعرفون ليش؟ لانه اني اللي اعرف هاي الصور، لانه اني اللي شايفه هاي الصور، اني صاحبة هاي الصورة، اني شايفتها قبلكم، واني اعرف عندي هاي الصور قبل لا انتم ترسلوها الي، واني كنت على ثقة انه ومحضرة هذا الكلام، واعرف هاي الصور راح تطلع، وما راح اهتم نهائيا، وصارت عندي حياة جديدة، واني ماشية بهاي حياة جديدة، ولا راح اهتز ولا اي شخص او اي ما اعرف منو، لو ما اعرف منو كان هذا الشخص فاني ما راح اهتز، واني ماشية وعايفة الماضي وراي، ولو يجي قدامي مرة ثانية والله الماضي لا اهينه ولا اخلي له اعتبار بحياتي ولا اتذكره، لاول مرة ولاخر مرة احكي بشي يخص حياتي. شوفوا، كل شخص بينا تأذى بما فيه الكفاية، كل شخص بينا انجرح وعاش ماضي تعيس، وعاش ويا نفسه بحزن وألم وتفكير وقلق. ماكو واحد رأسا قدر يصير قوي. أنا تعبت بحياتي، وأنا تأذيت وانغدرت، ومني وبيا باعوني. أني ما أقدر أقول الناس اللي باعوني لأن عيب بحقي، لأنه أنا سامحتهم، لأنه هم أهلي، مسامحة الكل وأحبهم ومقدرة كل شيء، صار أنا نسيته خلاص. بس عوفوا هاي المواضيع على جنب، خلوا عندي خصوصية، ولو انتم ما خليتوا أي خصوصية لأي بشر. وأنا أعرف هسه أصحاب البيجات اللي يكرهوني كيفه وفرحة وعبالهم انهم هسه هزوني من حكيت هيجي، بالعكس هذا الموضوع زادني فخر وزادني ثقة بنفسي، واني فخورة بكل شي سويته بحياتي، ولا اضوج ولا ابكي ولا اتذكر ولا انقهر، لانه اني ما اتخيل اكو احد او اكو بنية شايلة قوة اكثر مني، واني عندي هيجي مثل المسابقة منو اقوى، اكيد انا اقوى. والموضوع انتهى لحد الان، اخر مرة احكي بيه، وما اريد اي سؤال، واتمنى كل شخص بعد يهتم بحياته ويحاول يرفع من شأنه او